لو جالك الفيديو ده يبقى انت في حياتك حد نرجسي او انت في علاقة توكسيك. وقف تقليب واتفرج بقى ازاي تقلب عليه الترابيزة، وكمان تخليه يجري وراك وتاخد حقك منه بحاجة واحدة بس هتعملها. مبدئيا الشخصية اللي معاك دي بتتغذى على حاجتين: الاعجاب والاهتمام، حبك واهتمامك بيه. وبالتالي هو فاكرك في جيبه وضمنك، انت بقيت حاجة كده هامشية في حياته، وده بيكون بسببك انت على فكرة، علشان بتحبه فبتكون معمي مش عارف ترفض ليه طلب، بتنفذ له كل اللي هو عايزه علشان يرضى عنك وخايف لا يسيبك، وهكذا. الحاجتين دول لو شلتهم منه هتخليه تايه ومش عارف ايه اللي حصل، وكمان هيخاف تمشي وتسيبه، وهتلاقيه كمان رجع بقى كيوت زي زمان. فالحل هنا في حاجة واحدة بس هتعملها، وركز في اللي جاي كويس، هو التجاهل. وانت بتتفرج على الفيديو كده اعمل حفظ ضروري ليه علشان هتحتاجه. تجاهله هو الضربة القاضية اللي هتزلزل مكانته. هو متعود انه مسيطر عليك وبتنفذ له اوامره، لما تيجي تتجاهله ده كأن حصل تشوك كده ليه او صدمة. ومعنى التجاهل هنا مش التجاهل النهائي بس، لا، التجاهل معناه ان شخصيتك هتتغير معاه، هتكون بارد، بترد على قد السؤال، بتعمل كل حاجه هو قالك ما تعملهاش، بتعصي اوامره يعني، وكمان ما بتبداش انت الكلام، وفي الاخر بتتجاهله نهائي لحد ما تلاقي التغير اللي هيحصل. طبعا ممنوع انه يشوفك ضعيف او حزين على فراقه باي شكل من الاشكال، لانه لو شافك كده هيستمر هو كمان في العند. طبعا هتحاول تطور من نفسك في الفتره دي وتنزل وتبان مبسوط علشان يبان انك مش متاثر، وفي نفس الوقت بتطور نفسك وتكون شخصيه احسن من اللي كنت عليها.